السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة ابداعات عزة. وزي ما انتم شايفين كده النهاردة غدانا النهاردة كفتة سمين المحلات، وكمان عاملة جنبها بابا غنوج، وكمان عاملة سلطة بلدي، حاجة كده تستاهل بقكم مع العيش البلدي بقى، وتاكلي وتشبعي. هنشوف اول حاجة طريقة الكفتة. بس طبعا لو في البداية اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وكمان لايك للفيديو لو عجبكم. جبت كده الكبه بتاعتي، حطيت فيها بصلايه كبيره، ده نص كيلو لحمه فحطيت له بصلايه كبيره، ما عنديش كبير فخدت بصلتين متوسطين، وكمان كده كام عود من البقدونس. اللحمه كانت في الفريزر طبعا، انا مخرجاها من قبلها، فهي انا مش عايزاها فكه قوي، يعني عايزاها برضو تكون لسه ساقعه ومجمده كده، حاجه بسيطه، عشان دي بتسمغ اللحمه قوي وبتخليها حلوه جدا. لو انت جايباها طازه حطيها في الفريزر شويه. بعد كده هحط التوابل بتاعتي، هحط ملح واحط فلفل اسمر واحط 7 بهارات او بهارات لحمه لو عندك. ما بحطش اكتر من كده علشان انا عايزه طعم الكفته يبقى باين، مش كتر بهارات بس وخلاص. اخر حاجه هحطها هي معلقه صغيره من السكر، وهقول لكم السكر ليه لما نوصل لمرحله السكر. هضرب بقى كل ده في الكبه كده، عايزاه كله يندمج مع بعضه. انا ما صفيتش البصله ولا اي حاجه، مش مشكله خالص في الاكله دي ان احنا نصفي البصل من الميه، لا عادي جدا، بس احنا مش هنعملها كفته عاديه. لو كفته عاديه صفي الميه بتاعه البصل. بفضل اضربها كده لحد لما تندمج والخيوط بتاعتها تطلع، وتلاقيها اتكونت معاكي في الكبه كوره واحده كده متماسكه، يعني كوره واحده على جنب كده، تحس انها خلاص كده اتسمغت كويس جدا. وخرجيها بقى من الكبه زي ما انتم شايفين. هوريكم طبعا لو تقدروا تلاحظوا الخيوط، تحسوا ان هي فيها خيوط كتير كده كده، معناها ان اللحمه بقت ممتازه. خرجتها بقى طبعا، هلمها بقى كويس، وبعد كده هسيبها ترتاح شويه. بحطها في التلاجة برضو ترتاح كده الاول، قبل ما ابتدي ان انا اصبعها او اعملها كور زي ما انتوا هتشوفوا طبعا في الفيديو. لو هتعمليها كفتة حطيها وبعد كده صبعيها. انا هسيبها ترتاح وبعد كده ارجع لها. بعد اللحمه ما ارتاحت جبتها كده من التلاجة وابتديت ان انا اشكلها كور زي ما انتم شايفين. هي بصراحه يعني الوصفه المشهوره ان اللحمه بتبقى كور، انت عايزاها بقى صوابع ممكن تعمليها صوابع عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس في الوصفه دي بتبقى الكور انسب يعني. طبعا بسم الله ما شاء الله بقى، شايفين النص كيلو هيعمل لي كميه قد ايه، يعني كمان الاكله دي بتطلع معاكي كميه حلوه تاكل عيله بحالها وتاكل الاسره يعني كامله. غير لو عملناها صوابع طبعا هتدينا كام صباع وخلاص، لكن الوصفه دي شايفين ما شاء الله كميه اللحمه عملت قد ايه. طبعا هسيبها برضو ترتاح كده لحد لما اجهز البابا غنوج والسلطه. قلت برضو اوريكم انا بعمل ايه. انا شويت طبعا البتنجانه وقشرتها وجبتها كده في الطبق، حطيت عليها دقه اللي هي فلفل بتوم بخل وليمون وكمون وكل حاجه، بس هي الدقه بتاعتي دي بتبقى محتاجه ملح، فزودت شويه ملح وشويه كمون، وبعصر كده على طول ليمونه علشان البتنجان ما يسمرش معايا. انا حطيت ليمونه كامله، انا مش عايزه البتنجان يسمر خالص، فالليمون اللي بيحافظ عليه يفضل ابيض. قلبت بقى كل ده وهنزل عليه بطحينه خام. شايفين الطحينه الخام تقيله ازاي؟ احنا بنحب بقى بدل ما اعمل سلطه الطحينه، انا بقول ان بابا غنوج افيد يعني واحلى واطعم من ان نعمل سلطه الطحينه لوحدها. تقدري تعملي سلطه الطحينه لو ما عندكيش بتنجان او ما بتحبيش البابا غنوج. بما ان عندي بقدونس بقى، فبحب احط عليه كمان كده كام عود من البقدونس، بيخلوه طعمه حلو جدا. تحس ان هي طبعا بتنجان مشوي، المشاوي مع البقدونس بتبقى ريحتها جميله، فالبتنجان المشوي مع البقدونس كده والدقه بقى والطحينه والكلام ده بيبقى في حته تانية. اخر حاجه كده رشه الزيت، وكده البابا غنوج معايا جاهز. بعد كده هنبتدي نعمل سلطه خضراء. اول حاجه بحطها في السلطه دي بقى عشان تبقى زي سلطه الحاتي هي البصل. البصل بيخلي السلطه فظيعه بصراحه، والبصل ده مهم جدا، فلازم تهتموا بحته البصل عشان بقى ما يطلعش معاكم ريحه ولا يبقى في حاجه يعني تضايقكم في الاكل. برش عليه كده رشه الملح وبحط عليه الليمونه، وبسيبه كده على جنب لحد لما اجي اقلب السلطه، بيكون هو خد من الملح والليمون وما بيكونش فيه اي ريحه ولا اي حرقان ولا اي حاجه. قطعت كده كمان عودين بقدونس، وحطيت كمان خيار، وهنحط فلفل رومي وفلفل حراق بقى، ده اهم حاجه في سلطه الحاتي، ان هي تكون حراقه كده، وميه السلطه بتاعتها بتبقى تحفه. يعني ممكن تصبيها في كوبايات او في كاسات كده وتشربيها بقى مع الاكله دي، بتبقى فظيعه. تبقى طبعا الفلفل الرومي اهو، وهنحط بقى الفلفل النار ده، فلفل حامي شطه يعني. طبعا لو ما بتحبوهوش برضو شيليه، مش مشكله خالص.
والطماطم طبعا. وكده خلاص السلطه بتاعتنا جاهزه. وكمان لسه هقولك بقى اهم حاجه بقى اللي بتميز السلطه دي وبتخلي ميه السلطه بتاعتك تتشرب يعني كده كانها حاجه ساقعه. هو هو الحاجه اللي هنحطها في الاخر دي هو فص الثوم. قطعيه بقى او بشوريه، انا قطعته صغير جدا كده، بيدي بقى ميه السلطه طعم حلو جدا. وريحه السلطه اصلا خلاص كده انت عرفتيها ان هي سلطه حياتي من قبل ما تدوقيها. بسيبهم بقى مش هقلبهم دلوقتي خالص الا قبل الاكل. هنبتدي دلوقتي نشتغل في مكونات الكفته كمان عندي هنا بصلايه اقطعها شرايح، وكمان قرن فلفل رومي اقطعه شرايح. لو بتحبي طبعا السبايسي، انا قلت كفايه السبايسي قوي في السلطه فمش هحط سبايسي تاني في الكفته. وبعد كده هقطع كمان طماطمايه، والطماطمايه التانية دي انا هبشرها. وكمان عندي فصين توم انا هبشرهم برضو بالمبشره. حابه تقطعيهم برضو بالسكينه مفيش مشكله، بس انا بحب بقى في الوصفه كده في الشغل يعني ان انا ابشر الطماطمايه وابشر الفصين التوم. بجهز كل حاجه جنبي الاول عشان اشتغل على طول. زي ما انتم شايفين كده لما بتجهزي حاجتك حواليكي بتشتغلي في ثانيه، يعني متقعديش بقى تدوري وتتلفتي يمين وشمال والكلام ده، لا كل حاجه بتبقى تحت ايديكي. هنيجي بقى على النار، حطيت كده الطاسه. لو عندك بقى ليا ضاني حطي بقى حته ليا، ما عندكيش ليا حطي سمنه بلدي. انا حطيت سمنه بلدي كده زي ما انتم شايفين، بتديها طبعا ريحه حلوه قوي. وهي برده فيها دهون بس الدهون اللي فيها مش كتير، فحطيت لها كده معلقه السمنه البلدي تسخن، ونزلت بالكفته كده زي ما انتم شايفين في الطاسه على طول. عايزاها بقى تاخد اللون بقى ده. فاكرين معلقه السكر دي اللي هيخليها تاخد لون مكرمل وتبقى لونها حلو جدا جدا. كمان بتسوي اللحمه وبتخليها طريه كده وجميله جدا. ما تقلبيهاش الا لما تاخد لون من الجنب الاولاني. شايفين بقى لون الكرمله ده من معلقه السكر اللي احنا حطيناها. هقلبها بقى كلها. طبعا زي ما انتم شايفين برده مفيش فايده انها بتكش، يعني مهما عملتيها ايه هي لازم تكش معاكي الكفته شويه. طبعا نزلت بقى الميه بتاعه السوائل بتاعه الخضار اللي احنا حطيناه والميه اللي في اللحمه وكل حاجه. هسيبها لحد لما تشرب الميه دي كلها. اول ما تبتدي خلاص الطاسه تنشف هنزل عليها كده بفص الثوم المهروس اللي احنا هرسناه وادينا له تشويحه. وبعد كده هننزل بقى ببقيه الخضار، هنزل بالبصل وقبل ما اقلبه كويس هحط معاه كده رشه ملح ورشه فلفل اسود، عشان طبعا انتوا عارفين طعم البصل وريحه البصل. لكن طبعا الكفته متحيقه وفيها ملحها وفيها كل حاجه، احنا مش محتاجين نزود اي ملح تاني، هي بس رشه الملح دي عشان البصل يتكرمل بقى كده ويبقى حلو قوي. وكمان ننزل بالفلفل، عايزاه برده يتشوح بس عايزاه يبقى فيه قرشه كده برده ايه ما يستويش على الاخر ولا يتهري. اخر حاجه هنزل بيها الطماطميه اللي احنا قطعناها وكمان الطماطميه اللي احنا بشرناها، بس لما اتاكد ان كل حاجه يعني خدت سواها المظبوط. يبقى طماطمايه متقطعه وواحده مبشوره. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. طبعا انت حاسه انها محتاجه ملح زوديها، بس انا كده انا عارفه ان انا ايديا مظبوطه جدا في الملح. كده خلاص الاكله معايا خلصت. طبعا رشينا بقدونس بقى على الوش ساعه التقديم وكلناها زي ما هي في الطاسه كده بألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه.